ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناتي شيماء جمال تي في. بصوا، انا النهارده الفيديو دسم جدا جدا، فنحاول نختصر. اول حاجه كنت هعمل المحشي لسه عاملاه معاكم من اسبوعين تقريبا، فعملت التخديعه وسلقت الكرنب من ورا الكاميرا عشان ما نكررش الفيديوهات، وبالاضافه الى اني في حاجات تانية انا عايزه اعملها. فبس كنت عايزه اوريكم احنا الغدا بتاعنا كان ايه. لو مش جايه في دماغك فكره مثلا تعملي ايه النهارده ولا بكره، ممكن تاخدي فكره غدا انه يكون محشي ومعاه بانيه. انا كنت عامله التخديعه وكل حاجه جاهزه، بس حطيت الخضره وحطيت معلقتين من الزيت على الرز، وبعد كده والكرنب زي ما انتم شايفينه انا كنت سلقاه ومقطعاه ومحضراه والدنيا كلها تمام. دلوقتي بقى هنحشي. تلاحظوا ان النهارده عامله محشي كرنب بس، وانا مش متعوده اعمل كده. يعني طالما بعمل محشي يبقى محشي مشكل. النهارده بقى عملت المحشي الكرنب بس عشان هو بس اللي جالي. انا كنت عايزه محشي مشكل كالعاده، بس لقيت كرنبايه بس اللي جات لي، معاها الخضره بتاعتها، معاها طلباتها، بس من غير اي حاجه خالص تاني. فانا حشيت والحله الصغيره دي عملتها كماله، ما حبيتش هي خلاص يعني الحله الكبيره دي مش هتاخد اكتر من كده لان الحجم بيتضاعف. وزودت عملت كمالة، وكان عندي كام بتنجانية كده من مرة سابقة كنت بعمل محشي، فعملتهم وحطيتهم من فوق كده، قلت يتسووا على البخار، مش مستاهلين ان انا اعمل لهم حلة. والتسقية بتاعتهم دي الحلة دي كنت عاملة فيها التخديعة، حطيت عليها مية مغلية وواحدة من المرقة الفورية ومعلقة من السمن وشوية كمون وبس كده. عشان كده مديني اللون الاحمر ده، واللون الاحمر ده بيبقى من معلقه الصلصه اللي انت بتحطيها وانت بتسقسقي المحشي او مكان الحله. يعني لو انت عامله تخديعه في حله تحشي فيها، هي هتديك اللون الاحمر الحلو ده. ودول عادي ممكن تاني يوم، ممكن بعد شويه، مش هيخسروا. هنا بقى عملت هنعمل البانيه انا كنت متبله. شوفوا السرعه اللي انا بعمل بيها. عشان برضو البانيه عملناه كتير مع بعض، تبلته بميه بصل وملح وفلفل وشويه بابريكا وبس. ميه بصل، ملح وفلفل وبابريكا وبس. والصينيه اللي قدامكم دي نصها فيه دقيق ونصها فيه بقسماط. في الاول هننزل بالبانيه في الدقيق، هنخلصه كله، وبعد كده ننزل في البيض، وبعدين في البقسماط، بس عشان البانيه يطلع لونه فاتح ما يبقاش غامق معانا. بنحط دقيق على البقسماط. يعني الدقيق اللي هيتبقى دلوقتي هخلطه مع البقسماط ويبقى كلهم تتبيله واحده. يعني اهو زي ما انتوا شفتوا كده لخبطيشن الدقيق مع البقسماط. وبعدين هجيب بيضتين على حسب الكميه اللي عندك. انا حاسه ان الكميه اللي عندي البيضتين كويسين معاها. بعد البيض نغسل ايدينا زي الفراخ بالظبط. وبعدين حطيت ربع معلقه من الفلفل الاسود عشان ريحه البيض او زفاره البيض، وبعدين ربع كوبايه من اللبن. طبعا الكميه انت لو اقل من كده استخدمي بيضه واحده بس وعليها اقل من ربع كوبايه. لو الكميه اكتر من كده هتزودي بالنظريه كده، يعني مش محتاجه مقادير. بس حاولي ما تعمليش زياده عشان اللي بيتبقى من ده ما يعني ما ملوش اي فايده، بيترمي فحرام يعني. فاعملي، ممكن تقللي الكميه شويه بس ما تزوديهاش. لو قللتي ممكن تزودي، لكن لو كترتي هيترمي. وناخد من البانيه اللي احنا حاطينه في الدقيق ونحط في البيض، وبعد كده من البيض هنحط في البقسماط ونخلص الكميه كلها وبعدين ناكل.
خلصت الكمية كلها وكان المحشي خلاص على سوا، فقلت هعمل جنبه طبقين شوربة وهنحمر البانيه كلنا كده واحنا واقفين على البوتاجاز. لو تاخدوا بالكم الظل اللي هو على الرخامة وانا بشتغل، بتلاقوا الظل بتاع الكاميرا والظل بتاع الستاند وظلي انا شخصيا، احيانا بتلاقوه احيانا لا. فانا كنت مستغربة، يعني الاضاءة واحدة والمكان واحد، اتاري ايه بقى؟ اكتشفت ان الوقت، يعني وقت الظهر غير وقت العصر غير بالليل غير الصبح، كل وقت فيهم ليه ليه الاضاءة بتاعته وليه الظل بتاعه. احيانا مش بيظهر الظل ده خالص، واحيانا يظهر قوي جدا، واحيانا يظهر ضعيف، يعني زي دلوقتي ظهر قوي جدا. فمش عارفة بقى اعمل ايه علشان الاضاءة دي او الظل ده ما يظهرش عشان ممكن تكونوا متضايقين من الظل على الاكل او الظل على الحاجات اللي انا بشتغل بيها، بس مش لاقيه له حل. يا اما ازود الاضاءة قوي، يا اما انا غيرت الزاوية لو تفتكروا يعني. ما علينا، هنبقى نشوف لها حل. الزيت اللي انا حطيت فيه البانيه ده، انا كنت عامله فيه بغاشه، والبغاشه كنت حاطه لها بيضه يعني بيضه واحده بس، هي اللي عامله الريمه دي كلها، او اللي انتوا الفوليوم اللي انتوا شايفينه ده من البيضه اللي كانت في البغاشه. عادي لما تعملي حلويات بس ما تكونش فيها سكر، طبعا انت بتحمريها من غير سكر زي الزلابيه اي حاجه بتتحط في شربات، عادي تحمريها في الزيت وتستخدمي نفس الزيت ده ان انت تحمري بانيه او فراخ او اي حاجه. لكن مش العكس، مش هينفع طبعا تحمري اي حاجه من فراخ بانيه لحوم وبعد كده تحمري حلويات. بصوا المحشي ولا لازق ولا شايط ولا في اي حاجه خالص. كنت حضرت خلاص، غرفت البانيه كان خلص، والشوربه اللي كان عايز شوربه بس هو اللي غرفت له. لسه ما دخلناش في الجو الشتوي كده، ففي اللي ما بيستحملش ياكل شوربه دلوقتي والدنيا حر يعني، فمش كلهم بيبقوا عايزين شوربه. شايفين الظل ده اللي انا بتكلم عليه، الظل اللي انتوا شايفينه ده الستاند، دي الشوربه وده المحشي. وتقريبا هتجوعكم اي صورة محشي، او انا عشان انا بحب المحشي قوي قوي قوي، فبيتهيألي ان اي حد يشوف المحشي بيجوع. ده اللفته اللي انا كنت عاملاه معاكم، بصوا متماسك، مش مهرول ولا دايب كده، لان احنا زي ما شفتوا الفيديو اللي فات كنت نقعاه في ميه في ملح لحد ما انزل الميه بتاعته، ودي الخطوه دي بتخليه يطلع زي ما انتم شايفين كده مقرمش ومتماسك كده. كده خلصنا اول مهمه معانا في الفيديو. انا قلت لكم الفيديو دسم جدا. تاني حاجه بقى، احنا طبعا في الصعيد مشهورين بالطواجن، بس مش الفخار بقى، الهمر اللي احنا بنحروقها او بنحرقها. فانا قلت هعمل الفخار زي الطواجن اللي عندنا، مش عارفه اسمها همر ولا همر بصراحه يعني، المهم الطواجن بتاعتنا الصعيدي. فقلت ايه، نفس اللي احنا بنعمله في الطواجن بتاعتنا، انا هحرق الفخار لان طعم الاكل فيه مش حلو. يعني الطاجن الكبير ده انا استخدمته مره قبل كده، والطواجن التانيين زي ما انتوا شفتوا لسه برقتهم. فقلت هحرقهم واشوف النتيجه. هتشوفوا دلوقتي معايا النتيجه. طبعا لسه ما استخدمتهمش في اكل، انا يا دوب حرقتهم بس، ولما اعمل فيهم اكل هبقى اقول لكم النتيجه طلعت ايه. اول حاجه هغسلهم كويس، بس هغسلهم بسبونشه، ما تغسليش بسلك لان هم مش ناعمين من جوه، مش مالسين. فلو غسلت بسلك السلك ممكن يفرفت من جوه ويلزق في الطواجن من جوه، فاعملي بسفنجه او سبونشه او اي حاجه تكون مش سلك. هغسلهم كويس، ولو هتسيبيهم في المية سيبيهم نص ساعة بس، ما تبيتهمش ليلة وما تبيتهمش يوم، لان دي طواجن خشنة، مش الطواجن الناعمة اللي بنعمل فيها ام علي والرز بلبن والحاجات اللي زي دي الخشنة اللي هي مش بتلمع. الطواجن اللي انتوا ممكن تنقعوها من بالليل دي اللي هي بتبقى فيها لمعة كده من جوه، لكن دي لا، دي مط زي ما انتوا شايفين كده وخشنة، فمش هينفع تنقعيها، لو نقعتيها ممكن هتفرفت معاكي. غسلتهم وهسيبهم ينشفوا. انا كنت حطيت معلقه عسل على السمنه البلدي، بس لقيت الكاميرا مش مفتوحه، فهنزود العسل عادي مفيش مشكله. يعني ده سمنه بلدي وعليه عسل اسود. وفي ناس لما تيجي تعتق الطواجن بتحط بيض كمان، يعني سمنه بلدي وعسل وبيض، بس انا مش هحط بيض. هتحط بيض فهتحط فلفل اسود يعني، والموضوع هيوسع مننا، فاحنا هنعتق الطواجن دي باللي انتوا شايفينه قدامكم ده، السمنه البلدي والعسل بس.
هدهنها كويس من جوه، بس احنا لما بندهن الطواجن عندنا بندهنها من بره ومن جوه، بس انا هعملها من جوه بس عشان عايزه اللون من بره ما يبقاش اسود. يعني انت لما بتحرقيها طبعا هيتحول اللون للون الاسود، انا عايزه من بره يفضل فخار زي ما هو ومن جوه يبقى متعتق. معرفش اللي انا بعمله ده يعني ده يجوز ولا لا يجوز، بس انا هعمله كده. وطبعا بيطلع دخان وريحة شياط فظيعة، فنفتح الشفاطات. فتحت الشفاط اللي فوق البوتاجاز والشفاط اللي هو في المطبخ. عملت غلطة شنيعة دلوقتي ولازم نتعلم من اخطائنا، كويس انها حصلت عشان تتعلموا منها. حرقت اول واحد وتاني واحد وتالت واحد بقى كان سخن على ايدي، كان سخن قوي. فقبل ما احطه هنا ريحت على الرخامة من غير حامل او اي حاجة، والرخامة كانت مبلولة فطق زي ما انتم شايفينه. اكبر واحد للأسف، بس معلش، يعني اكبر واحد هو اللي طق. خدوا بالكم اي خبط اي كده في الفخار بيطق على طول. بس انا ما كنتش اعرف، او انا عموما الرخامه عندي مش بحط عليها اي حاجه سخنه عشان ما تتنقرش وتبوظ مع مرور الزمن. بس هي كانت سخنت قوي على ايدي وكان قدام الرخامه فيدوب سندتها بس لحد ما اتمكن من مسكتها فطقت كده. فعملوه معاملة بايركس، لما يطلع من الفرن ما تحطوهوش على حاجة مبلولة او على حاجة، يعني حطوا ستاند او حامل سخن عشان ما يطقش زي كده. والاصابة جت في اكبر طاجن فيهم للأسف الشديد. معلش. هنيجي بقى نعمل كنافة بالمانجا. احنا من ساعة رمضان تقريبا الكنافة ما بتتعملش، فبتحس ان انت اشتقت لها. اول حاجة ده نص كيلو من الكنافة، وحطيت عليه ربع كوباية من سمنة البلدي. يا ريت مش هي الكنافة بتحب السمنة البلدي، بس لو مفيش عشان غالية قوي فمش ضروري اي سمنة، بس انا عشان بعملها في البيت فعادي، او ممكن تخلطي. بعد كده جبت كوبايه من اللبن اللي هي في الحله اللي هناك دي، وعليها معلقتين نشا وثلاث معالق من السكر. 3 معالق من السكر على كوبايه اللبن، ومكعبات من المانجا، وعملتها بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هنعمل مهلبيه مانجا او كريمه مانجا. حطيت كوبايه من اللبن وعليها 3 معالق بس من السكر ومعلقتين كبار من النشا، وقولوا نص كوبايه من صوص المانجا. زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش اي ميه فيها، انا عملتها بالهاند بلندر. وحطيتهم على البوتاجاز على نار واطيه جدا. هنا هعمل الكريمه دي، ده وش اللبن القشطه البيتي، وعشان نحولها لقشطه جاهزه فهنديها ضربتين بالهاند بلندر. حطيتها في نفس الهاند بلندر، حطيتها في نفس الكوبايه اللي انا كنت عامله فيها المانجا، عشان عايزه طعم المانجا يبقى في كل الكنافه. يعني الهاند بلندر كان مكانه مانجا، والكوبايه نفسها مكانها مانجا. وحطيت الكريمه وهنضربها القشطه، وهنضربها ضربتين كده عشان تتحول من قشطه بيتي لقشطه جاهزه. وبصوا هي كانت جوسي كده، سايله قوي، ولما ضربناها بقت متماسكه ازاي. بس اوعي تفضلي تضربي فيها لحد ما تتحول سمنه، لا احنا عايزينها اللي هي المرحله ما بين القشطه والسمنه، في مرحله كده وبس كده، اللي هي المرحله اللي قدامكم دي. ما تزوديش عن كده عشان هتتحول معاكي لطعم السمنه. كده بقت قشطه. ماشي، هنحطها كده على جنب. دي هنزين بيها بعدين، والمانجا دي هنزين بيها بعدين. وطبعا هي خلاص كانت استوت الكريمه او المهلبيه اللي احنا عملناها. هنحط نص الكميه تحت، واللي تحت بقى اضغطي فيها جامد جدا جدا جدا، لان اللي فوق مش هنقدر نضغط فيها كده، لان احنا هنحط الكريمه فمش هينفع. لو حطيتي فيها هتبوظ من كل ناحيه لو ضغطت عليها بعد ما تحط المهلبيه. فاضغطي قوي تحت، وفوق هنحاول بقدر الامكان يعني ان احنا نضغط بس ضغط خفيف عشان ما تطلعش من كل النواحي. دي الكريمه اللي احنا عملناها. هتبقى كده المانجا الكنافه كلها عباره عن مانجا في الحشو من فوق، حتى القشطه اللي احنا نحطها من فوق. وهنوزعها كويس. وبعد كده الجزء اللي فوق بقى هعمله بايدي عشان اعرف اتحكم في التوزيع، لان ده مش هعرف ولا احط معلقه ولا استخدم الهراسه دي ان انا اضغط عليها ولا اي حاجه. فاحنا هنستخدم ايدينا عشان نوزع صح.
يبقى كده حطينا طبقة تحت، وبعد كده طبقة الكريمة، وبعد كده طبقة تانية من الكنافة. هحاول اضغط عليها ضغطة خفيفة كده بس مش قوي عشان ما تطلعش من اي ناحية. يبقى الكريمة عندنا بالمانجا، والقشطة بالمانجا، والتزيين فوق بالمانجا. هنحطها في الفرن. على فكرة الطواجن انا عاملاها في فرن متوسطة، بس اخدت قولي ساعتين ونص 3 ساعات لحد ما اتحرقت زي ما انتوا شايفينها كده. هجرب فيها الاكل واقولها لكم. كمان الكنافة يا دوب 10 دقايق، وبعد كده فتحت الشواية اخدت لون وبس كده. ده الشربات كان عندي. زي ما انتوا عارفين ان الشربات دايما بيبقى عندي في التلاجة بعمله. لونها حلو قوي على فكرة، ممكن تفتحي اكتر من كده شوية براحتك. وهنسقسقها بالشربات، والمفروض تحطيها في التلاجة لحد ما المهلبية او الكريمة تسقع خالص وتتماسك. بس انا طبعا عشان عايزة انهي الفيديو فعملت زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى هتشوفوا هتبقى عامله ازاي. بس يا جماعه والله العظيم طعمها تحفه تحفه، جربوها. يعني انا ماليش في الحلويات، يعني اي حلويات باخد منها جزء كده وخلاص. يعني الطبق ده انا قمت بيه، ودي ما بتحصلش اصلا. الكريمه اللي احنا بنحطها او القشطه اللي بنحطها من فوق بتاخد من طعم السكر الزياده. ما تزوديش في السكر اللي انت هتحطيه في المهلبيه، علشان انت هتحطي شربات، فعشان ما تبقاش الدنيا معاكي مسكره زياده. الشربات عملت كوبايتين ميه مع كوبايه ونص سكر، يعني السكر اقل من الميه بنص كوبايه. ده السكر الخفيف اللي بيتحط على الحلويات، وكان دافي. جربوها ومش هتندموا. كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.